هاي لا فامي، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. جيتكم فيديو جديد، قصه جديده، قصه اللي هي حقيقيه 100%، وقصه مغربيه. الا سمعتوها حتى الاخير غادي تصدموا بزاف من الاحداث اللي وقعوا فيها، وما غاديش تبقاو ديروا الثقه في حتى شي واحد. مهم بلا ما نطول عليكم، هزوا شي قهوه ولا شي كويس ديال اتاي باش نشدوا به السون، واللي بغات تقضي شي شغال تسمع ليا وتقضي شغالها. نبداو القصه على بركه الله. انا سميتي حميد، العمر ديالي 30 سنه. من بعد ما ساليت قرايتي ربي يسر ليا ولقيت خدمه زوينه ومستقر الحمد لله. كنت واحد الشخص اللي ملتزم الصلاه والعباده. كنت من الدار للخدمه من الخدمه للدار، وقلت علاش لا نوض نتزوج ملي انا لقيت خدمه ومستقر الحمد لله. وحتى من الوالده ديالي كتبقى تقول لي نوض بركه عليك، نوض تزوج نوض تزوج. وصراحه كانت عندي واحد الحاجه زوينه اللي كنت فرحان بها، واللي هي العلاقه ديالي مع سعاد. سعاد كانت واحد البنت متخلقه وبنت الناس ومحترمه راسها. تعرفت عليها بالصدفه في الجامعه اللي كنت قريت فيها، وقدرنا نحافظوا على العلاقه ديالنا من ورا ما تخرجت وخدمت. وبطبيعه الحال العلاقه ديالنا كانت علاقه محترمه وفي حدود، وكان الهم ديالي هو انني غادي نتزوج بها على سنه الله ورسوله. وبالفعل واحد النهار قررت ندوي مع صحاب الدار، نفتح معاهم هذا الموضوع. بقيت حتى كان الوالد والوالده وخوتي كاملين مجموعين، بحكم كنا عائله مقربين بزاف من بعضياتنا. اي حاجه كنقولوها ما كنخبيو حتى حاجه على بعضياتنا. بعد ما عاودت ليهم كل شيء على سعاد صراحه كلهم فرحوا ليا، وخوتي مساكن نضوكي صغرتو والوالده حتى هي، حيت كتسنى غير امتى يجي هذا النهار. المهم ما خلاو من جهدهم، وكل واحد فيهم عرض عليا باش انه غادي يعاونني في العرس، زعما من الناحيه الماديه. دازت شي ايامات وتجمعت عائلتي مع عائله سعاد باش يتعرفوا على بعضياتهم. فتحنا ليهم الموضوع، واخا كانوا عارفين علاش حنا جايين، حيت سعاد علمتهم من قبل. والحمد لله كانوا موافقين، كل شي فرحان الحمد لله. دوزنا ديك العشيه، من بعد اتفقنا على المسائل كامله ديال الخطوبه والعرس والعقد. قلنا غادي نديرو الخطوبه، ومن بعد واحد 3 ايام غادي نديرو العقد. اما العرس قلنا غادي نخليوه مورا واحد شهر. الحمد لله كنت كنحس بكل شي غادي كيف ما بغيت وكيف ما خططت ليه. جا نهار الخطوبه كانت غير العائله والاصدقاء المقربين، وعائلتي كما قالوا وقفوا معايا وقفه بصح، ما خلاوني نهز لهم حتى شي حاجه. كلشي تكلفوا به، من القاعه من الدريتور من الماكله وكل شي. المهم اش نقول لكم، داز نهار زوين بزاف، زوين كلشي ناشط كلشي فرحان. واخيرا تجمعت مع سعاد في الحلال الحمد لله، كنا فرحانين ناشطين. المهم داز نهار واحد على الخطوبه ديالنا، كنت متكي في بيتي وعيطت لسعاد ابل فيديو، وحيت جاوبتني وانا كنشوف وجهها صراحه صفر. لقيتها كتبان بحال عيانه مدكدكه، صراحه بان فيها العيا، ولكن ما بغيتش نخلعها. بقيت كنفوج عليها وقلت لها راه غير العيا ديال التوجد ديال الخطوبه، ما كنتيش كتنعسي مزيان هاد الايام. ولكن اش غنقول لكم، اللقطه اللي ثارت انتباه ديالي بزاف هي فاش شفت يديها ولات حمراء وفيها نقاطي ديال الدم. سولتها مال يديك؟ قالت لي واقيلا ديك الحنه ديال الخطوبه دارت لي الحساسيه والحكا في يديا. واخا اول مره يوقع لي هكا، كنت كندير الحنه ونقبل عادي. المهم قلت ليها الا تزاد عليك الحال قوليها لي نعطيك الفلوس تمشي تشوفي الطبيب ديال الجلد. في الوقت فاش كندوي معاها قالت لي حتى انت واقيلا كتبان عيان، واش مريض ولا بك شي حاجه؟ مالك شنو عندك؟ قلت ليها والو، غير ما شبعش نعس وصافي، الليل كامل وانا ما نعش، ما عرفتش علاش. انا في كتفاجئ باللي حتى سعاد قالت لي نفس الشيء، حتى هي قالت لي باللي البارح ما نعستش الليل كامل. الوقيته اللي حطت راسها على المخده بقات كتحلم شي حلمات في شكل واحد الحلمه، حلمتها حلمه خايبه بزاف. قلت ليها عاودي ليا. قالت لي حلمت باللي كانت في ديك القاعه فاش درنا الخطوبه،
ولكن كانت غير بوحدها ومعها واحد المرأة لابسة كلها الكحل، ولكن وجهها ما كيبانش، وكانت كتحني ليها يديها. ديك اللحظة فاش ردات البال ديك الزلافة، فاش كانت ديك السيدة كتهز الحنة كتشوف واحد اللفعة كبيرة دايرة على ديك الزلافة. ديك اللحظة ناضت من الحلمة مخلوعة بزاف. من تما بقات كتاكلها يديها، بكثرت الحكة حتى بقى كيخرج ليها الدم في يديها. انا صراحة هاد الامور ما كنفهمش فيها، ولكن كنقول بلي العين حق، وكنآمن بلي العين كاينة. داكشي باش قلت ليها عادي تشوفي هاد الحلمة، خصوصا ان غير ول البارح كانت عندنا الخطوبة وماشي كلشي كيقول تبارك الله. كنت كنقول ليه هادشي، ولكن انا في الداخل ديالي كنت عارف وحاس بلي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. حيت ديك الحلمه باش حلمات حتى انا حلمت بها. حلمت بنفس الحلمه، حلمنا نفس الحلمه، ونفس المراه اللي خرجت ليها حتى انا. غير انا هاد المره شفتها كانت هازه واحد الخنجر في يديها وبقات كتخشي ليا صدري. عشان خوت بجهد الخلعه قفزت من بلاصتي. ديك الوقيته قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضت وضيت وصليت واحد 2 ركعات. هاد الحلمه ما عاودتهاش لسعاد باش ما نزيدش نخلعها. نهار على نهار بدات الحاله ديال سعاد كتكفز، يديها بداو كيتنفخوا وبدات كتقيا حاشاكم، وكان طالع عليها السخانه اكثر من القياس. صونيت ليها جاوبتني امها، قالت لي سعاد زاد عليها الحال، حنا داينها للسبيطار. درت تبعتهم ودخلت دخلنا للسبيطار، داروا لها التحاليل عرفوا مالها، ولكن كيخرجوا التحاليل ما فيهم والو. حتى الطبيب تعجب، وحنا ما فهمنا والو اش هادشي كيطرا. بقات في السبيطار شي يومين والحاله ديالها مازالت كتكفز. جات الام ديالها قالت لي السي الحاج، انا بنتي وكنعرفها، غنخرجها من هاد السبيطار اليوم قبل غدا. انا غنديها شي فقيه يقرا عليها، حيت هادشي ماشي نورمال. من نهار دازت الخطوبه وهي في هاد الحاله. انا شاكه وقع شي حاجه لبنتي ماشي هي هذيك. من مورا ما خرجت سعاد من السبيطار ديناها للدار، وجاب الوالد ديالها واحد الراقي باش يقرا عليها شويه القران. ايوا ولكن داكشي اللي ما كنتش متوقع نهائيا نشوفه في حياتي شفتو في داك النهار قدام عينيا. في الوقيته اللي جا الراقي للدار، سعاد ديك الساعه كانت جالسه في بيتها. تخيلوا معايا، مع شافت الراقي داخل عندها البيت وهي تجعر وبقات كتنتف في شعرها، وقلت زعما تدخل. انا ديك الساعه نهدن فيها، بقيت كنقول ليها على الشيطان، هذا غير واحد الفقيه جاي يقرا عليك شويه ديال القران وصافي. ما زالت غير كتغوت وكتقول لي انت السبب في هادشي كامل اللي واقع ليا، انت السبب، خرج عليا. صراحه كانت كتغوت بحال رجالها. انا اش غنقول لكم، ديك اللحظه خرجت من البيت مصدوم بزاف. ما عمري توقعت نشوف سعاد في هاد الحاله. بقى معاها باها وداك الفقيه في البيت، انا وماها كنا غير فحدا الباب. بقى كيقرا عليها. كيف بدا الرقيه سعاد شدت راسها، بدات كتنتفو عاوتاني وكتجذب. ديك اللحظه داك الراقي شير بيديه لبات سعاد باش يشدها باش ما تزيدش تأذي راسها. بقى كيقرا لمده طويله وبصوت مجهد. ايوا هنا كانت مفاجاه. شويه حنا نسمعوا واحد الصوت خرج من سعاد، صوت غليظ كيخلع. بقى كيقول داك الراقي سكت سكت، وكانت كتخرج في عينيها في داك الراقي وكتحلف عليه، كتقول ليه غادي نصفيها لك وغادي ندمر لك حياتك. انا ديك اللحظه حيت سمعت داكشي حسيت بالخوف ولحميت بوش عليا. اما الام ديال سعاد غير كتبكي مسكينه، مع بها غير الله. المهم الراقي ما تسوقش بداك الكلام وبقى مكمل في القرايه ديال القران، وبدا كيسول داك الجن اللي كاين في سعاد. داك الراقي بدا كيسول في داك الجن اللي كان كيهضر في الداخل ديال سعاد. قال لي شكون انت وكيف درتي دخلتي للجسم ديال هاد السيده. بدا كيدوي داك الجن. بقى كيقول الفقيه وهو كيضحك، انت غير سير بحالك ما تقدش علينا. قال لي داك الفقيه قلت لك دوي اش كدير في هاد الجسم ديال هاد السيده اللي كتدمر فيها. وهو يجاوبو قال لي هاد البنت راه صافي ولات ديالنا
وغنديرو فيها ما بغينا ولا تملكنا. اول حاجه غنديرها هي غتبعد من داك حميد، وهي تشوف فيا في واحد الشوفات اش غنقول لكم ديال عامري بالكراهيه. تخلعت بزاف من داك المنظر، بقيت غير كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منين شاف الفقيه سعاد كيف كتعذب قرر يحبس الرقيه حتى الغد ليه. المهم خرج الفقيه، مشينا معاه انا والوالد ديال سعاد باش نوصلوه فين ساكن، والام ديال سعاد دخلت لعندها باش تحاول معاها باش تنعس حيت عيات. من بعد ما وصلنا داك الفقيه سولناه على السبب ديال هاد الشيء، قال لنا بلي المس اللي عند سعاد صعيب بزاف، والجن اللي فيها دخلها عن طريق السحر، والطريقة الوحيدة باش تولي مزيان ويخرج داك الجن من الجسم ديالها، الطريقة الوحيدة هي خاصها تداوم الرقية بزاف كل نهار، وتتبع صلاتها وقراءة القرآن والأذكار، وحاولوا تفيقوها في الفجر باش تصلي، إن شاء الله يكون خير. أنا الراقي شاف فيا وقال لي انت واقيلا هو حميد اللي كانت كتهضر عليه البنت قبيلات. قلت لي انا هو حميد خطيبها اللي قلنا ان شاء الله قريب نتزوجوا. قال لي من الاحسن تبعد عليها دابا، ومن الاحسن تاجلوا اموركم ديال الزواج غير باش ما تزيدش تأزم حالة ديال السيده. صراحه ما كنتش متقبل هاد الفكره نهائيا، انني غادي نتخلى على سعاد في هاد الظروف الصعبه وفي اكثر ايام محتاجاني فيها. ولكن اكد لي الراقي ان هاد السحر اللي في سعاد السبب هو علاقتنا، وقيل هاد الشي تدار ليها باش نبعدو على بعضياتنا، وإلا كنتي قريب ليها بزاف هاد الجن اللي فيها غادي غير يأذيها اكثر. صافي وقلت ما عندي ما ندير، الا هاد الشي غير غيريحها شويه نبعد عليها على ما تحسن، ونبقى نسول الام ديالها ونشوفها غير من بعيد. المهم رجعت للدار لقيت والديا صراحه مخلوعين على هاد الشي اللي واقع وهاد الشي اللي كيطرى مع سعاد، حيت عاودت ليهم اش طرا بالتفاصيل. الام ديالي تصدمات من هاد الشي، والوالد كانت عنده واحد ردة الفعل اللي في محلها. شرح لي باللي السحر راه واحد الامر اللي موجود وكاين من شحال هادي، وباللي شحال من واحد وقع ليه بحال هكا، بالخصوص المتزوجين او شي واحد اللي يلاه تخطبوا او شي واحد هكا نجح في حياته، ولكن الواحد ما خصوش يستسلم بالزربه. عطا الله الرقات اللي كيخافوا الله وكيعاونوا الشخص حتى يتفك من داكشي اللي فيه. الهضره ديال الوالد ريحتني شويه، وقلت ليهم دابا عيان، المهم غنمشي نعس شويه. طلعت لبيتي وبقاو دوك الافكار كيدوروا ليا في راسي، وداكشي اللي وقع نهار كامل بقى مشوش ليا دماغي شويه. طفيت الضو ونعست، شفت اغرب حلم في حياتي. شفت راسي كاين في واحد المقبره كبيره ومظلمه، وكنت لابس حوايج ديال العرس ديالي، وكانت في جنبي سعاد وحتى هي كانت لابسه واحد اللبسه ديال العريسات، وكانت مغطيه وجهها. كندوي معاها كاع ما كتجاوبني، مصبره في بلاصتها وانا نشوف لجهتها، وحيت لي هذاك الغطاء اللي كان فوق وجهها. ولا كانت الصدمه، شفت ارعب واقبح وجه على وجه الارض، كيخلع بزاف. وجهها كان كيخلع بزاف، خرجت لي بواحد الصفه يا ربي السلامه، وكان فمها مخيط. هاد الحلمه اللي حلمت حسيت بحال الحقيقه، بحال عشت داكشي، وانا نقفز من بلاصتي بالخلعه. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باش نهد راسي قلت غير كنت شاد داكشي اللي وقع لسعاد في راسي، داكشي علاش حلمت واقيلا هاد الحلمه. ولكن كنت غلط بزاف، حيت من مورا داك النهار بديت كنحلم احلام خايبه، وليت كنحس بالزايد معايا في البيت، ولات صحتي كتدهور، اي حاجه كليتها كنردها حاشاكم. المهم بديت كندوز شي ايام كحله، ايام خايبه بزاف. اما سعاد ما بقى عندي معاها حتى شي اتصال، كنصوني ليها مره ما كتجاوبنيش، حتى من والديها وليت كنحس بهم بحال قادرين في اي لحظه يفسخوا الخطوبه ديالنا. دازت واحد المده قصيره، والديا بداو كيحسوا بالتغيير اللي فيا، والام ديالي خصوصا خافت بزاف. قالت لي خفت ولدي تنت يكون فيك داك السحر اللي كان دار لسعاد يكون دار لك انت. صراحه شويه الهضره ديالها خلعتني،
قرروا باش غادي يديو ليه لواحد الفقيه، واحد الراقي. الوالد كان كيعرف واحد الراقي كيسمع بلي واحد السيد اللي متقي الله. داك الراقي كان سميتو رشيد، واحد السيد اللي معقول وكيهضر بواحد الطيبوبه اللي كبيره بزاف. عاودت ليه على المشاكل اللي كانوا عندي، قلت ليه ودي راني كنحلم شي احلام خايبه ديما، وكنحس بالزيد معايا في البيت ديالي، وليت ضعافيت واي حاجه كناكلها كنردها حاشاكم، يعني صحتي كترجع للور، وكنعيش شي ايام خايبه بزاف. من نهار خطبت فيه واحد البنت، وحتى ديك البنت لقاو عندها السحر، اما انا مازال ما عارف شنو عندي. قال لي رشيد عاود لي على دوك الاحلام اللي كتحلم. عاودت ليه كلشي، بلي كنحلم بلي راني في شي مقبره كبيره مظلمه، بلي كيخرجوا ليا الفاعي، بلي كتخرج ليا واحد المراه في الحلم ديالي كتبغي تاديني، مهم بزاف. عاودت ليه كلشي. شاف فيا داك الفقيه رشيد بواحد الشوفات، كيبان من وجهه يقول لي شي هضره ما كتبشرش بالخير. المهم رشيد جاني نيشان، قال لي بلي من خلال الهضره اللي قلتي دابا وعاودتي والاحلام اللي كتحلمهم بلي حتى انا مسحور، يعني السحر اللي دار ليا واقيلا غيكون داك السحر اللي تدار لسعاد تدار لينا بجوج. قال لي ندير لك شويه الرقيه ونشوف نتاكد. المهم رشيد جاني نيشان، قال لي بلي من خلال الهضره اللي قلتي والاحلام اللي كتحلم بهم راه واقيلا تدار لك نفس السحر اللي تدار للخطيبه ديالك سعاد، يعني تدار لينا بجوج في دقه واحده. المهم قال لي ندير لك شويه الرقيه، نقرا عليك شويه الرقيه نشوف نتاكد. بقى كيقرا عليا الفقيه رشيد الرقيه، وكنت متبع معاه. بقى كيقرا المده، وكنت متبع معاه في الاول، حيت يلاه بديت كنحس بالتبوريشه في الجسم ديالي، بقى كيتنمل عليا صراحه ما عرفتش شنو هو السبب. زدت شويه وانا نغيب، ما بقيتش كنحس بوالو. في واحد اللحظه كنت حسيت بواحد الحاجه اللي هي كنت كنسمع رشيد الفقيه كيكرر ديك الايه ديال فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وغير هاد الايه اللي كانت كتسمع ليا في ودني. رشيد سال الرقيه وجا كيرش عليا واحد الماء مرقي، بديت كنفيق شويه بشويه. بعد ما فقت بدا كيسولني الفقيه باش كنت كنحس ملي كان كيقرا عليا الرقيه. انا بطبيعه الحال عاودت ليه بلي في الاول الجسم ديالي كله كان كيتنمل عليا، ومن بعد ما بقيت عاقل على حتى شي حاجه، حتى لواحد اللحظه فاش كنسمع كتكرر ديك الايه ديال فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه. انا رشيد غادي يجيب ليا واحد الفيديو، قال لي في الحقيقه ما كنتش باغي نصورك، ولكن ضروري خصك تشوف هذا الشيء اللي في الفيديو باش ما تقولش لي عليا زعما غير كنتحايل عليك ولا شي حاجه. في داك الفيديو كنت كندير شي حركات بيدي، كانت يدي كتهز بوحدها وكتحط، ما كانوش مفهومين، واحد الحركات غريبين بزاف. حتى سولتو هاد الحركات كندير بيدي، قال لي هادو الحركات شيطانيه كيديرهم الجن باش يقوى داخل الجسم ديال الانسان ولا ديال اي حاجه. وهنايا فشلوا عليا رجليا صراحه، الله خوتي لا فشلوا عليا رجليا بكثره الخوف. ما مستوعبش داكشي اللي سمعته من الفقيه. وهنا الفقيه رشيد بدا كيشرح ليا باللي السحر اللي تدار ليا انا وسعاد صعيب بزاف. قال لي ماشي غير نوع واحد، قال لي جوج انواع، اما المأكول السحر المأكول النوع الاول، والنوع الثاني اما المدفون او محطوط في شي بلاصه. هذا هضره مني سمعتها دارت بيا الدنيا، حيت نهار الخطوبه ديالي انا وسعاد كانوا غير العائله المقربه، غير الناس اللي قرب لينا بزاف والاصحاب. داكشي باش جاتني صعيبه انني غادي نتقبل الفكره ديال انه يسحر لك شي واحد صراحه من صحابك او عائلتك اللي قريبه لك بزاف وكتثق فيه. صراحه ما جاتني صعيبه. قال لي الفقيه رشيد خصني نداوم على الرقيه وما يكون غير الخير، وعطاني واحد القرعه ديال الماء مرقي او اوراق السدر. قال لي زعما هادو مزيانين غينفعوك وغيخليك زعما تفتح لك الشهيه شويه، وقال لي باش نبقى نشربهم ديما. اش غنقول لكم الخوت، من هذا الشيء اللي طرا كامل تقلبت حياتي 180 درجه. شحال خطط باش نكمل حياتي مع سعاد ونعيش حياتي عاديه وبسيطه. كنت انسان اللي ما كان جبد حد،
من الخدمة للدار، من الدار للخدمة. زعما ما كنتش كنأذي حتى شي واحد باش يتدار ليا بحال هكا. شحال خطت في حياتي حتى تسلط علينا هاد السحر الخبيث، وزيدها من اقرب الناس لينا وما عارفين شكون هو. المهم دازت الايام والتواصل بيني وبين سعاد ما بقاش. واحد النهار صونا ليا باها وطلب مني نمشي نتلاقاه في واحد القهوه. كنت عارف بلي غيكون ليا شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت مده هادي وهو ما كنهضرش معاه. اكد ليا ان سعاد ما بغاتش تكمل في هذا الزواج، حيت سعاد بدات كتولي مزيان وكتسترجع صحتها. ولكن ملي كنجبدو لها الاسم ديالك تماك فين كتبدل وكتعصب بزاف لدرجه اي حاجه كاينه حداها كتهزها كتشير بها. الصراحه هادشي زعما زاد أزمني بزاف، زاد حطمني. مهم تبعت الرقيه عند رشيد لمده ديال 15 يوم ديما، وليت كنحس بصحتي كتحسن شويه بشويه. مهم ماشي بحال الاول. من مورا واحد 5 شهور جات عندنا واحد خالتي واقترحت عليا انا وعائلتي باش انني غادي نمشي عند واحد السيد اللي مختص في هذا الشيء ديال الاستفراغ، حيت واخا داومت الرقيه وبزاف ديال العلاجات ولكن مازال ما قدرت انني نرد حاجاكم داكشي اللي كاين فيا لداخل. داك التوكل الله ينشيكم. هاد السيد واحد السيد اللي كبير في السن من الناس القدام، على حسب ما عاودت ليا خالتي فراه كيعاج غير بالقران. وهاد السيد كان في واحد المنطقه اللي خارج المدينه في واحد الدوار، كان سميتو الحاج عبد القادر. في داك الدوار ناس كيعيطوا ليه الحاج مول البركه. قررنا نمشيو عنده، شدينا الطريق. صراحه وصلنا عنده الحاج مسكين رحب بينا، وكان واحد السيد اللي مزيان والابتسامه ما كتفارقش وجهه نهائيا. مهم صراحه داك السيد داك الحاج مسكين رحب بينا باحسن ترحيب. مهم بعد ما تعرفنا عليه وتعرف علينا وقلنا ليه من اي مدينه جينا لعندو، ايوا قال لي دابا ولدي عاود لي شنو هو المشكل اللي عندك، اشنو واقع لك. ايوا داكشي اللي وقع لي اللي درت، عاودت ليه كلشي. قلت ليه زعما بلي راه اش وقع ليا مده هادي وانا كنتبع الرقيه، ولكن مازال ما قديت باش نستفرغ داكشي اللي كاين لداخل ديالي. قال لي ان شاء الله ما يكون غير الخير. ناض الحاج على البوطه وبدا كيسخن الماء وكيلوح فيه شي اعشاب من مورا ما طبخ داك الماء ديال العشوب، وبقى كيرقي فيه كيرقي لمده طويله. من بعد عطاني نشربو. من بعدها بقيت كنحس بالحريق في كرشي، وبقى كيقرا عليا الرقيه. من بعد ما شربت داك الماء على المعده خاويه، في ديك اللحظه كنحس بالمعده ديالي بحال كتعصر، شي حاجه مروعه ليا لداخل ديالي. بديت كنعرق بزاف، وهنا فين بديت كنستفرغ داكشي اللي خرج من كرشي. داك النهار ما فهمت فيه والو لحد الساعه، ما فهمش. تقيت واحد الماء كحل بزاف، بحال الا قلتي البيض مخلط مع القطران، بحال هكاك، بحال شي حاجه بحال هكاك. شي حاجه صراحه مقززه بزاف، لدرجه فاش شاف داكشي داك الحاج قال لي نجيتي يا ولدي، نجيتي نجاك الله، غير ربي يا ولدي دار لك طويل وحفظك من هاد السحر، والحمد لله قدر يخرج مني داك العجب وتهنيت. ما تخيلوش واحد الاحساس حسيت به، ما يمكنش، بحال كانت هاز شي حجره كبيره وسط كرشي. الصراحه فرحت بزاف ودعيت مع الحاج. في واحد اللحظه كنت حاس به بحال بغا يقول لي شي حاجه. جا حتى لحدايا قال لي يا ولدي بغيت نقول لك واحد الحاجه، حيت شفتك هكا طريقه باش كنتي كتعذب. صراحه ما كنتش بغيت نقول لك هذا الشيء، ولكن قررت باش نقول لك. قلت له مرحبا الحاج، قول ولاش اش كاين. شوف ولدي، داك السحر اللي دار ليك غادي تمشي للمقبره الفلانيه وغادي تقلب في البلاصه الفلانيه، غتلقاه تما مدفون. ونعت ليا المكان مزيان وقال لي ما تمشيش بوحدك، دي معاك شي فقيه هو اللي غادي يفك داك السحر. بقيت كنسول راسي كي دار عرف هادشي. قبل ما نسولو قال لي شوف ولدي، انا ماشي سحار، كون ما بقيتيش فيا ما نقولكش، ولكن الشرط ديالي هو ما تسولنيش كيفاش عرفت. المهم حتى انا صراحه ما زدتش في الهضره. مهم شكرته بزاف ومشيت بحالي ودرت داكشي اللي قال لي، وفعلا لقيت السحر في ديك البلاصه.
لقيت السحر اللي تدار ليا انا وسعاد في ديك البلاصه، والحمد لله قدرت نفك داكشي وليت بخير. من بعد واحد المده الحمد لله عرفتي رجعت صحتي مزيانه، وكنت ديما كنصلي وقريب من الله، والحمد لله حياتي ولات بخير وعلى خير. وفي هاد الوقيته قررت باش انني نعاود هاد الشيء للوالد ديال سعاد، باش نديو سعاد حتى هي تعالج عند داك الحاج اللي عاوني. وافق صراحه وثق فيا، ديناها ليه وطرا ليها نفس الحاجه اللي طرات ليا، حتى هي تقيت واحد المكحل بزاف نفس الطريقه. داكشي اللي وقع ليا اللي وقع ليها، والحمد لله حتى هي قدرت تفك من داكشي ولات بخير وعلى خير. من بعد ما تعافينا ولينا مزيان الحمد لله وتفكينا من داك السحر الخبيث، قلنا غنرجعو مع بعضياتنا، ولكن حتى واحد ما غتقول فراسو وما غنديروش العرس. وصراحه سعاد وافقات، عجبها القرار اللي خديت. الحمد لله مشينا تحولنا لمدينه اخرى، ما درناش العرس، درنا غير العقد بيننا وبين عائلتي، الام ديالي والاب ديالي وخوتي، وحتى هي كذلك الام ديالها والخوتها. وصلنا للنهايه ديال القصه يا الخوت، وهذه كانت قصتي، وكنتمنى تاخذوها عبره ومبقاش تثقوا في البشر، مبقاش تثقوا في اكثر واحد القريب ليكم. ردوا بال راسكم وحسنوا راسكم، حيت بنادم ما بقاش كيخاف الله. اللي كيدير هاد الشيء للناس وكيأذي الناس في الجسد ديالهم، الله يهديكم، اتقوا الله. راه هاد الشيء هو اخبث حاجه يديرها، واخا تكون كتصلي واخا تكون كتصدق حتى شي حاجه ما غتقبل منك. واللي كيأذي الناس الله ياخذ فيه الحق، هادشي اللي غنقول، حيت قال لك لا يفلح الساحر حيث اتى، واتقوا الله.